كل سنة وانتم طيبين. شايفين الجمال؟ رهيبة. صوبيا خطيرة في البيت بقى، وبمكونات سهلة جدا هتعملي احلى صوبيا هتشربيها في حياتك. مش هتشتروا صوبيا تاني من بره. تابعوا الفيديو للاخر علشان فعلا هيفيدكوا كتير. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هدير. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. شايفين تلج بقى وحركات رهيبة. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. هنجيب البولة بتاعتنا، هنضيف بقى في البولة بتاعتنا 1.5 كوب من السكر البودرة، زي ما بين عندك كده في الفيديو، 1.5 كوب. بعد كده هنضيف نص كوباية من جوز الهند الناعم. مش ما عندكيش ناعم عادي جدا، حطيه الخشن. وفي الاخر احنا بنصفي الخليط ده كله بعد ما بنضربه ونضيفه على الحليب. معلقتين كبار من دقيق الرز، ونص كوباية من الكريم شانتيه، بودرة الكريم شانتيه. مش عندك كريم شانتيه ممكن تستبدليها باكياس الايس كريم. البودرة بتكون فانيلا، يفضل ان هي تكون فانيلا. وكوباية من الحليب البودرة. هقلب بقى المكونات دي كلها كويس جدا، ولو في كمان الاسانس تبع الجوز الهند هيبقى تحفة قوي. ممكن كمان على الخليط ده تضيفي معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من اسانس جوز الهند لو متوفر عندك. انا ما كانش متوفر، فمشى الحال وعملنا بودرة الصوبيا في البيت بدون مجهود وبدون تكلفة، والطعم خطير. جربوها هتعجبكم الوصفة جدا. كوباية بقى حليب، وهضيف عليها معلقة من الصوبيا. لكل كوباية حليب بتاخد معلقة من الصوبيا، معلقة كبيرة من الصوبيا. في حالة بقى انت مش بتستطعمي او مش بتحبي طعم الجوز الهندي يكون واضح، ممكن تضربيه في الخلاط وتصفيها وتحطيها على وتحطي لها التلج. وبألف هنا وشفا. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. باي باي.